السلام عليكم. قتلتها عشان اغسل عاري، وقتلت الاتنين اللي خانتني معاهم، ولو كانوا 1000 واحد برضو كنت هقتلهم، علشان مش هخلي اي حد يكسر عيني او عين حد من عيلتي. عشان لو حصل كده ما ينفعش انا اعيش، او ما ينفعش هم يعيشوا. كمان بيقول ده كلام طبعا الشاب او الراجل المحترم بتاع سوهاج، اللي لسه قاتل زوجته او مراته مع الاتنين اللي هي كانت بتمارس الفاحشة معاها. بيقول رجعت من ليبيا علشان اغسل شرفي والم عاري، بعد ما وصلتني فيديوهات الهانم مع الاتنين كمان، والهانم سمعتها وصلت للدول العربية. دول عايزين يعني بعد ما اشوف الكلام ده كله يا جماعة او يا ناس ما اقتلهاش. طبعا دي كانت اعترافاته، ماشي، اللي هو قالها يعني للنيابة. الحادثة دي حصلت في قرية في الشوش التابعة لقرية بالصافورة في محافظة سوهاج. ماشي. الزوج كمان قال ان هو بيشتغل في ليبيا، وكان بيبعت للست الهانم فلوس اول باول، وبيقول ان هو سافر بعد 90 يوم من جوازهم، وبيقول ان هو ما كانش يعرف انها بتصرف الفلوس دي على عشيقها اللي هو مأجر محل تحت العمارة، وبيستغل غياب الزوج وعامل علاقة مع الست هانم، وكمان مصور لها فيديوهات بيهددها بيها علشان كمان يجيب صاحبه يمارس معاها، وإلا هيفضحها. غير كمان انه كان بياخد منها كل الفلوس اللي معاها تحت التهديد. ولما الفلوس خلصت قرر ان هو يعمل ايه سيادة السافل؟ قرر ان هو ينشر مقاطع الفيديو بتاعتها على النت، والمقاطع وصلته لحد ليبيا. يعني ما كفاهوش ان هو زبالة بيمارس الفاحشة، لا، لما الفلوس خلصت كمان ما سطرش عليها وفضحها على الفضائيات. طبعا الزوج بيقول دمي فار، وحسيت بجسمي بيغلي، وسبت الشغل وقلت لهم ان انا مسافر مصر دلوقتي حالا. فضل يعد الثواني وكمان يعد الساعات، والخطوات خدته لحد سوهاج طبعا، وراح يعني مباشرة ناحية صاحب المحل اللي تحت البيت، وفضل يضرب فيه بالسكينة لحد ما خلص عليه. وكمان يعني بيقول قتلته في الشارع وقدام الناس كلها. بعد كده طلع للست هانم اللي فوق الفجرة اللي فوق، قعد يلطش فيها ويضربها واداها العلقه المتينه، وبعدين راح مخلص عليها. بعد كده راح للتالت دور عليه لحد ما لقاه، وكمل عليه هو كمان. وقال بعد ما عملت كل ده نفسيتي هديت، وحسيت ان انا خلاص غسلت عاري وايه وعار اهلي، واقدر ارفع راسي يعني ايه قدام الناس. بعد كده بيقول كمان انا ما هربتش واستنيت الشرطة تيجي تاخدني بعد ما عملت اللي انا عملته، لان انا مش شايف ان انا عملت حاجة، وانا مش ندمان على اللي انا عملته، لان اي حاجة تتعلق بشرفي انا مش هسكت عليها. وانا شخصيا معاه في الكلام ده. طبعا اتقبض عليه، والنيابه يعني ايه النيابه العامه في سوهاج امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق، وتحفظوا كمان على السلاح الابيض اللي هو استخدمه في غسل عاره. ماشي. كمان انتدبوا الطب الشرعي علشان يشرح الجثث بتاعه الفجره والكلاب اللي كانوا بيمارسوا معاها، عشان كمان الطب الشرعي يعمل التقارير الفنية اللازمة عشان كمان يستكملوا التحريات حوالين الواقعة، عشان يشوفوا صدق أقوال المتهم. وأنا بقول هي مش محتاجة يعني واحدة فيديوهاتها منتشرة، إيه مطلوب أكتر من كده؟ يعني أدلة بتقول إن الراجل ده عمل الصح يعني. ماشي. في ناس طبعا طالعة تقول ضيع حياته ضيع مستقبله. لا يا حبيبي، ده عار، دي غيرة، ده شرف. ماشي. ايام الصحابه كان في صحابه كده من كتر غيرتهم، لو زوجته مش عارفه زوجته ركبت على الفرس ذبحه. ماشي. من كتر غيرته ان جسم زوجته لمس جسم الفرس. فانت عايز تتكلم في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كمان عن غيرة بعض الصحابه قال انا بغير اكتر منهم. ماشي. يعني قال انا بغير اكتر منهم، فما تلومهمش على غيرتهم. فاللي انا عايز اقوله ده شرف ودي كرامه،
ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فالراجل ده سواء خد براءة، سواء خد حكم إيقاف التنفيذ، سواء خد إعدام، يكفيه فخر إن هو رايح وهو غاسل عاره وشرفه. تمام. سلام.